السلام عليكم متتبعين قناة بلال تيفي. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الطريقه ديال التحضير ديال شكيله الحلوى بمناسبه العيد. كيجيو غزالين تبارك الله، شكيلات هماويين وسهل التحضير، ما فيهمش شي صعوبه ومقادير بسيطه وسهله. تابعوني حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير كي غندير لهم. بسم الله على بركة الله. نقدم لكم المقادير. عندي 5 ديال البسكوي، شديتهم طحنتهم. بسكوي اللي بغيتو ديروه، المهم ما يكونش ديال الشكلاط. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو محمره وطحناه. دابا نضيف نص كيلو ديال الكاوكاو. غندير 5 ديال البسكوي ديال درهم، وغنخلطو انا بالعسل. اللي عنده الحليب المركز المحلى يخلط به، حتى هو كيجيبو غزال. انا درت العسل على حسب اي واحد عنده العسل في الدار كيكون موجود، يعني اي دار كيكون فيها العسل. هذاك الشيء علاش درت لكم الطريقه ديال العسل. المهم العسل خويو بالقياس بشويه بشويه حتى يتجمع لكم الخليط. من بعد ما جمعت الخليط عندي ليف خوي وعندي الشكلاط الابيض ذوبته. ليف خوي غنشدو غنفرقوه هكا في الليمون طريفات صغارين. كنوع، مره كندير شويه ديال الاحمر، مره ديال الاخضر، شويه ديال الصفر، باش كيعطينا تشكيله زوينه. غنستمر هكا حتى نساليهم. هانتوما من بعد ما ساليتهم دابا غنضيف لهم الشكلاط الابيض. الشكلاط الابيض باش ما بغيتو تخويوه انا درت الشوكه، كتساعد الشوكه هكايا في ملي كتسرحي الشكلاط. ما بغيتوش ديروا بالشوكه ديروا بالمعلقه احسن. حتى هكا بالطريقه بالمعلقه احسن. صافي غنسرح هكايا الشكلاط ديالنا في الليمون. مره حركوه، كتزدحوه هكايا باش الشكلاط كيتسرح لينا. دابا من بعد ما سرحته دابا غنديروه في الفريغو يجمد ليا. من بعد هنا عندي الشكلاط الكحال ذوبته في الحمام مريم. دابا غندير الشكل الثاني حتى هو غنجمدو، حيت غندير 3 تشكيلات بنفس العجينه كتعطينا تبارك الله 3 تشكيلات غزالين تبارك الله. صافي مره تبقى تزعزعوه هكا باش كيتسرح. دابا غندخلو للفريغو يجمد. من بعد ما جمدنا الشكلاط الابيض دابا كندير نقيطات صغارين باش غندير عليهم كاوكاو بحال شكل الكولا، يعني باش كيجمد لنا كاوكاو عليه. منين كان نحيدوها باش ما تبقاش يزلق لنا كاوكاو على الشكلاط، يعني كيلصق. صافي كديروا القياس عينكم ميزانكم وكتسرحوها هكا بيديكم حتى كتشوفوها تقادات مزيان. ديروا غير نقيطه ما تكثروش الشكلاط، حيت الشكلاط غير باش يشد الكاوكاو ديالنا باش ما يسيحش. صافي غنستمر هكا كنسرحو حتى نسالي. هذا هو الشكل الاول. طريقه سهله وبسيطه. دابا من بعد ما ساليتو شوفوا الطريقه كي جا غزال تبارك الله. يعني طريقه سهله وبسيطه وكنوعوا الشكيلات زوينين. طبعا نستمر هكا حتى نساليهم ونخلي له تزيين حتى التالي، حتى نسالي الشكيلات كاملين عاد نزينو. شوفوا تبارك الله كي جا غزال ما شاء الله. هذا الشكل الثاني. صافي من بعد ما جمد دابا كنحيدو. دابا نجيب نص ديال العجينه ديال الكاوكاو غنطلقها بالدلاك باش غندير الشكل الثاني. سرحوها مزيان حتى ترقق، ما تخليوهاش غليظه بزاف.
صافي من بعد ما طلقتها دابا مزيان، دابا غنجيب واحد شكلاطه نبدا نعبر عليها باش نبدا نقطع، باش ناخذ القياس ديالها. يعني طريقه سهله وبسيطه، اللي ما عندوش القطاعه ممكن يدير غير هاد الطريقه دغيا يوجد الحلوه ديالو. صافي كتقادوها هكا باليد ديالكم، صافي حتى تولي هي هذيك مقاده. دابا استفتهم كاملين باش غنقطع الحجم ديالهم. قادوهم هكا بيديكم، ولا نوريكم طريقه واحده اخرى الا شفتوا الحشوه خارجه بزاف، غنوريكم طريقه اخرى باش تقدوها مزيان. هكا شفتوها زايده قطعوها هكا بالموس من الجناب، صافي كتاخذ الحجم ديالها. طريقه سهله وبسيطه، وهذا الشكل كيجي بحال شكل البسطه اللي كتكون عامره هكا، كتجي زوين تبارك الله. يعني قدرنا بعجينه وحده غنوجدوا 3 تشكيلات. هذه حلوه بدون فرن، كيجي غزال تبارك الله. صافي غنبقى هكا تنسالي. بغيتوش تقطعوا بالموس بالجراره قطعوه هكا من الجناب، يعني بزاف ديال الطرق باش تخدموا. صافي غنبقى هكا كنقاد الحلوه حتى نساليها. طريقه سهله وبسيطه، اي واحد يقدر يجربها. هانتوما شوفوا تبارك الله الحليوه كي جات غزاله تبارك الله وشكيل زوين. ندوزو دابا شكيل ثالث. دابا هذه هي العجينه اللي بقات لنا، غنديروا به الشكيل ديال الثالث. كنديروا يدينا فيه شويه ديال الزيت باش ما كتلصقناش العجينه في يدينا ديال الكاوكاو. صافي كنعطيو على شكل حريبلات. طبعا نستمروا هكا كنطلقوا حريبلات على شكل صبيه. ديروا لهم قياس واحد. صافي غنستمر هكا حتى نساليهم كاملين. غير مره ديروا شويه ديال الزيت في يديكم باش ما كتلصق لكمش الحشوه في يديكم. دابا من بعد ما ساليت الصبيعات ديالي، دابا نردهم في الفريغو حتى يجمدوا شي شويه باش كيساعدونا ملي كنرميهم في الشكلاط دغيا كيجمد عليهم الشكلاط، كيشدوا راسهم. دابا جبت واحد الصينيه درت لها السلوفان باش ملي كنحط عليها الشكلاط ما كيلصقش. ضروري كاوكاو ديروه في الفريغو شويه يبرد. يعني طريقه سهله وبسيطه، وكنشكلوا بها 3 تشكيلات غزالين وكيجيو هماويين بمناسبه العيد. صافي غنستمر هكا حتى نسالي. من بعد ما جمدوا لي الصبيعات جبت واحد البلاستيكه درت فيها الشكلاط، صافي وكندير خطوط هكا فوقها. تزين اللي بغيتو زينوا به.
انا درت هاد الخطوط هكا كيعطيوها شكل ومنظر زوين. من بعد غنجيب شويه ديال الجنجلان، غنبقى نغسلهم راسهم في الشكلاط وشويه في الجنجلان باش كنعطيوهم واحد التشكيله زوينه. صافي غنستمر هكا حتى نسالي. طريقه سهله وبسيطه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، دغيا بنادم يدير الحلوى. مقادير ساهلين وبساطين، ماشي شي حاجه صعيبه. هنا عندي شويه ديال العسل، عندي 3 المعالق ديال العسل. غنزيد عليهم معلقه ديال الكليكوز، غنخلطهم مزيان. الا ما بغاش يتخلطوا لكم ردهم فوق البوطه غير يدفاو غير واحد شويه صافي وحيدوه على البوطه. صافي حركوه حتى يندمج لكم. دابا غنزيد ليه فخوي، عندي هنا شويه ديال الكاوكاو هرمشتو طحنته في الطحانه غير شويه، ما طحنتوش بزاف، خليته شويه باين. هاد المقادير باش غنزينو به الشكل الثاني اللي صيبنا في الاول. شفتو كي جا. نزيد له دابا شويه ديال الكاوكاو باش ما يبقاش جاري بزاف. ولا عندكم اللوز اللي عندكم ديروه. مزيان اختياري، اللي بغى اللي عندكم متوفر هكا في الدار زينوه به. صافي كنهز تما نقياس معلقه صغيره وكنحطها هكا من الفوق. طبعا نستمر هكا حتى نساليهم، يعني كل شيء واضح كل شيء باين، يعني طريقه سهله وبسيطه. ونتمنى من الله يعجبكم هاد الشكيلات اللي درت. ها الشكل النهائي ديالهم كي جاو زوينين تبارك الله. خليكم مع الشكل النهائي، ونتمنى من الله يعجبكم هاد الطريقه اللي درت، وشكيلات زوينين تبارك الله. وعيد مبارك سعيد على الجميع ان شاء الله. الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.